حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا النهاردة هنعمل قرص بالجبنة، هتنفع الافطار وهتنفع العشاء وهتنفع في اي وقت احنا سهرانين. جميلة جدا جدا وحاجة خفيفة وجميلة. انا معايا كوباية لبن ومعايا كمان كيس خميرة ومعايا معلقة سكر. هحطهم كده وهقلبهم وهركنهم كده على جنب. معايا بقى كيلو دقيق ومعايا كوباية زيت سمنة على زيت كبيرة، يعني نقول مقدار ربع كيلو. معايا معلقتين سمسم، معايا معلقة كربوناتو وذرة الملح، مش اكتر من كده، يعني ما فيهاش اي حاجة. كله هنحطه كده في العجان وهيتضرب من 5 دقايق ل7 دقايق، مش اكتر من كده، علشان مش عايزين العجينة تمط معانا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الدقيق وحطيت ذرة الملح وحطيت كمان معلقة كربوناتو، وهحط معلقتين السمسم مش اكتر من كده، وهحط كمان كوباية السمنة على الزيت زي ما انتوا شايفين كده. ما فيهاش اي مشكلة وما فيهاش اي تعب. وادي كمان الخميرة باللبن، وهنحطهم في العجان وزي ما قلنا من 5 ل7 دقايق، مش اكتر من كده. ادي بقى العجينة اهيت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعت زي الفل. ما زودتهاش اي حاجة، هو الخميرة، اللبن، كوباية اللبن اللي انا حطيتها، وكمان كوباية السمنة، وما زودتش اي حاجة عليها. هنحطها بقى كده تخمر لمدة مثلا 5 دقايق. ادي كده العجينة بتاعتنا، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. هنقطعها بقى كده، ومعايا انا هنا جبنة شيدر مبشورة، ومعايا كمان جبنة براميلي هنحشيهم بالجبنة. تمام. عايزة اقول لكم بقى، شوفوا كيلو الدقيق دوت هيطلع لنا كمية قرص قد ايه، بسم الله ما شاء الله. يعني لو اشتريناهم من بره طبعا هيبقى مبلغ محترم، لكن احنا عملناه في البيت، والسمنة والزيت في البيت. يعني ممكن لو اشتريته هتشتروا كيلو الدقيق وكل حاجة بعد كده هتبقى من البيت، وحاجة مش مكلفة خالص. طبعا اللي عندهم عيالهم في ثانوية عامة ربنا ينجحهم ان شاء الله. طبعا بيسهروا يذاكروا، دي لو حطيته لهم مثلا مع كوباية عصير مع كوباية شاي هما وبيذاكروا بالليل، حلوة جدا. اللي رايحة الشغل الصبح او اللي رايح الشغل الصبح، لو مثلا خد له حتى واحدة كده وكلها، بسم الله ما شاء الله حلوة جدا ومشبعة. لان زي ما انتوا شايفين معانا الجبنة الشيدر، ومعايا كمان كيس كاتشب. طب انت حاطه الكاتشب ليه؟ برضو هوريكم. زي ما انتوا شايفين كده احنا بندب القرصة، بس ما نخليهاش رقيقة خالص، لا تكون يعني سميكة شوية، علشان الجبنة اللي احنا هنحطها ما تطلعش من بره القرصة. عايزة اقول لكم حاجة هتبقى جميلة جدا ومشبعة. يعني احنا الصبح كده يما نقوم نعملها للفطار، بجد جميلة جدا جدا. احسن ما تحتاري هتفطري ايه وهتعملي ايه، لا، كوباية شاي او كوباية شاي بلبن او كوباية عصير، صدقوني جميلة جدا جدا. بصوا يعني هي كمان عالية كده وليها بوز من قدام، شكلها فعلا جميلة. بصوا المهم ان هي تتقفل كويس جدا جدا من تحت كده، يعني هنقفلها زي اكنك بتقفلي القطايف كده، تمام جدا. هي ان شاء الله كده نكون حاطين ورقة زبدة ودهنينها كده زيت علشان ما تلزقش معانا، او لو ما فيش ورقة زبدة ما فيش اي مشكلة خالص، ان احنا ممكن نحطها على الصاج، بس ندهن الصاج كويس جدا بالزيت علشان ما تلزقش معانا. طبعا انا هعمل برضو بالكاتشب دوت، هرشه كده برضو
على القرصة هيديكي طعم جميل جدا جدا صدقيني. يعني مش هنكتر، يعني حاجات بس بسيطة كده، وهنحط الجبنة عليها. بجد أكلة جميلة جدا، فطار جميل، عشاء جميل. لو حاجة خفيفة طبعا أكنك عاملة سندوتش جبنة، حلو جدا. عايزة جبنة بس ماشي، عايزة جبنة شيدر على جبنة تمام، حلوة جدا جدا. بس نقفل زي ما قلنا كده، نقفلها كويس جدا، وما نحاولش ان احنا نرققها، احنا مش عايزينها رقيقة، عايزين تكون القرصة سميكة كده وعالية. طبعا ما خدش وقت معانا خالص خالص في ايدينا بجد. دي بقى جبنة اسطنبولي، كانت حتة فاضلة عندي، قلت كمان اعمل بيها، واحط كده جبنة شيدر عليها. عايزة اقول لكم بجد القرص دي طلعت تحفة. اول صاج طلع من الفرن هتشوفوه اتاكل نصه، حلوة جدا جدا. وهندهن وشها بيض، وهنحط عليها بقى سمسم، هنحط حبة البركة اللي احنا عايزينه، نحط التزيين براحتنا جدا جدا من فوق الوش. لو حطيته كاتشب كمان كده ومسحتوه بالفرشة هيدوكوا لون جميل جدا جدا. بصوا اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ده كيلو دقيق يا جماعة والله. بصوا طلعوا قد ايه، اللهم بارك. الكمية طلعت كتيرة جدا، وبصوا حجم القرصة، يعني بسم الله ما شاء الله كبيرة جدا. يعني الواحد هياخد واحدة مش هيفكر ياخد التانية. عايزة اقول لكم طلع تحفة وطعمه جميل جدا. احنا ممكن نحفظه في الفريزر، نطلع على قد الوجبة اللي احنا هنستعملها ناكلها يعني، والباقي يتحط في علبة كده مغلقا ويتحط في الفريزر، تحطوه في كيس في الفريزر علشان بس ما يبصش معانا، لان الجو حر. مش معقول ان احنا الكمية دي كلها هنسيبها كده، لا، نحتفظ بنصها على الاقل في الفريزر، ويما نعوز هنطلعها نسيبها بس في طبق كده على رخامة المطبخ، هتلاقوها زي الفل. او لو حطيتوها في الميكروويف هتلاقوها اكنكم لسه جايبينها من الفرن طازة. بجد اعملوا، ما تكسلوش. الصيف مش عايز اكل كتير بقى، فطار ومش عارفه ايه، لا ديت تكفي عن كل حاجه. يعني بصوا انا عامله القرصه بسم الله ما شاء الله مشبعه مشبعه يعني. وعايزه اقول لكم ما خدتش وقت معايا نهائي. بصوا بسم الله ما شاء الله خمر بسرعه. وهبتدي ان انا اسوي فيه. بصوا انا سويته اهوت، وبصوا الصاج اتاكل منه قد ايه. عايزه اقول لكم ما صبروش. طب يا جماعه اصور، ينفع اصور الصاج كده؟ قالوا لي ينفع. بصوا من تحت ومن فوق، عايزه اقول لكم بجد بجد فظيعه. يعني بسم الله ما شاء الله، اول ما طلعته كده من الفرن بسم الله ما شاء الله اتاكل نص الصاج وزيادة عن نصه كان. بصوا طريه وجميله. بصوا منظر الجبنه من جوه تحفه، يعني بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. وعملت برضو بالجبنه الشيدر والجبنه الموزاريلا، جميله قوي قوي قوي. بصوا الجبنه بتنط ازاي، الجبنه من جوه حلوه قوي قوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا على قلب كل اللي هياكل منهم. هنرصهم بقى كده بس عشان خاطر التصوير، وبعد كده زي ما قلت لكم هشيلهم في علبة مغلقة في التلاجة في الفريزر، علشان ان انا طبعا الجو حر وممكن الحاجة تبوظ مننا، لان دي محشية جبنة فممكن تبوظ، ده اكيد يعني عشان الجو انتوا عارفين حر. لكن لو شتاء كانت الحاجة تقعد على ترابيزة المطبخ في علبة مفيش اي مشكلة. بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله. لو انتوا اشتريتوا بقى الواحدة بس من دي ب5 جنيه بجد بأمانة، ومش كبيرة كده، بتتباع فعلا في الفرن ب5 جنيه ونص. دي مش في حجم دي. شوفوا بقى كام 5 جنيه احنا عملناه من ايه،
من كيلو دقيق وربع كيلو سمنة وكوباية لبن، يعني نقول برضو ربع كيلو لبن. ومش عايزين تحطوا لبن ما تحطوش، بدل اللبن ممكن نحط مكانه كوباية مية، مفيش اي مشكلة خالص. وطلعت الكمية محترمة معانا وجميلة وزي الفل. وعايزة اقول لكم الريحة جميلة جدا جدا في المطبخ، قلب الشقة بجد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا مبسوطة جدا ان انا عملتهم وطلعوا بالجمال دوت، وحاجة هتنفع عيالي وهتنفعني، جميلة جدا جدا. اعملوا ما تكسلوش، الحاجة ياما بنعملها في البيت بتبقى بجد ارخص بكتير جدا جدا من بره. اهوت بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادي اول طبق، وبرضو هنعمل الطبق التاني زي ما عملنا الاولاني. انا دايما زي ما انتوا عارفين انا بحب اعمل حاجتي بايدي في البيت، ما بحبش ان انا استسهل واشتري من بره، لا طبعا. يعني انا لو بعت مثلا عايزين نفطر وبعت جبت 10 قرص من دول ب50 جنيه، طب ليه؟ انا كلفتهم في البيت مش ال50 جنيه خالص. وطلعوا الكمية الكبيرة بسم الله ما شاء الله دي معايا. اعملوا حاجتكم بايديكم، هتاخدوا جودة نظافة وطعم وحاجة جميلة جدا، وهتفرحوا وهتتبسطوا لما تكونوا عملتوا حاجة ونجحتوا فيها بتبقى حلوة. واللي ما بتعرفش تعمل تجرب مرة واتنين وتلاتة، واكيد الحاجة هتطلع جميلة معاها. انا لما بحب اعمل حاجة بجرب، ومرة تبوظ ومرة تطلع حلوة. فلو الحاجة مش باظت مننا يبقى احنا كده فاشلين، مش هنعرف نعمل حاجة، لا خالص. جربوا وان شاء الله الحاجة مرة لو باظت تاني مرة هتطلع زي الفل. بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله جميلة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، والفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.